السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الإعلامي هادي بن حمود بن غيث. كلمتك أبو حمود. والله عندي كلمة أوجهها لأبونا وشيخنا شيخ شمل قبائل العاطف الشيخ سعد بن سلامة بن سعيدان، بيض الله وجهه، على مدته وعلى وقفته وعلى حضوره. وأنا من الرجال اللي تمنيت مقابلته شخصيا، وهو أبونا كل يوم احنا عنده، ولكن المقصد المرسم كان عندنا ظرف يعلمه الجميع. ونقول بيض الله وجهك يا أبو نايف، ولا هي بغريبة، قد قالها شاعرنا، يقول ترى الموقف الغصاب يعرفوا له رعيه، وراعيه شيخ وقفته شانها شاني. هذا امير السعد واسمه سعد ربي مسميه، شيخ الشمل ورياسة منصب ثاني. هذا اللي لا قال القول يحتميه وينومس بعيد الجد والداني. والشيخ سعد بن سلامة من رجال أهل الوقفات وأهل الشجاعة وأهل العلوم الغانمة، وله أبيات ترمز إلى شخصيته وإلى شجاعته وإلى وقفته، اللي هو يقول تكفون يا لابتي حماية التالي، اشر البلديك لغليت مشاريها. وبيض الله وجهك يا أبو نايف، أنت أبونا، وأنت الرجال اللي يؤثر علينا في الصغيرة وفي الكبيرة. وحضورك المرسم هو أكبر دافع وأكبر أمر يهمنا جميع. والله يخليك لنا ويطول بعمرك، ولا عدمناك على كل حال.